السلام عليكم. النهارده ان شاء الله ماتش الاهلي والزمالك. طبعا معظم الناس متوقعين ان الزمالك هيكسب الماتش ده، بس لقاءات القمه ملهاش توقعات يعني. طيب دلوقتي ايه اللي هيحصل في الماتش بالنسبه لي انا؟ اللي انا شايفه كده ان جوميز هينزل ضغط على النادي الاهلي، يعني بكل ما اوتي من قوه في نص الملعب، وهيلعب دونجا بس هو محور الارتكاز الوحيد. المفروض حمدي هيبقى معاه، بس حمدي هيتقدم لقدام. هيعمل ضغط عليك بحمدي وعبد الله السعيد، ماشي، وهيدخل معاهم في العمق. المفروض الوينج اليمين والوينج الشمال بيضموا للعمق جوه عشان يعمل لك خلخله في الدفاع في منطقه العمق بتاع الملعب بتاعك. طيب لما زيزو بيضم لجوه معاهم بيكون ثلاثي تحت سامسون، ده بيفتح مساحه للباك اليمين بتاعه عشان يتقدم ويعرف يعمل عرضيات ويساند الهجوم. ولو ناصر ماهر دخل هو كمان، وده بيحصل كتير جدا، ناصر ماهر اول ما بيدخل بيدي مساحه لفتوح عشان يخش ويرفع ويعمل هجوم، وساعات فتوح كمان بيضم لجوه. ده بيعمل زياده عدديه كبيره جدا قدام الاثنين مدافعين. دي نقطه قوه كبيره جدا للزمالك. بيباصوا كتير جدا في المنطقه دي، وبيتحركوا وبيعملوا سويتشات مع بعض كتير جدا، فبيعمل خلخله للدفاع بتاعك. دي اول نقطه قوه لنادي الزمالك، بيضغط جامد جدا وبيعمل سويتشات كتير وبيتحرك كتير وبيفتح طرق للباكات، الباك اليمين والباك الشمال، عشان جد بيضموا لجوه بيعملوا زياده عدديه في المنطقه دي. دي اول نقطه قوه. طيب دي هنتغلب عليها بعد كده، بس هقول الكلام ده بعدين. ماشي. تاني نقطه قوه للزمالك. تاني نقطه قوه للزمالك الشوط من بره. عنده ناس كتير بتشوط من بره. اول حاجه خالص زيزو طبعا زي ما انتم عارفين بيعرف يشوط كويس جدا من بره، وعبد الله السعيد واحمد حمدي وساعة ناصر ماهر، دول سلاحهم التاني الشوط من بره. طيب في حاجه تاني؟ في حاجه تاني. هو جوميز بينوع اللعب، يعني مره تلاقي اختراقات من العمق، ومره لما بيفتحوا الفتوح علشان خاطر ناصر ماهر يدخل من جوه وفتوح يطلع، يقدر يعمل اللي هو العرضيات بتاعته وكده، يبقى في زياده عرضيه جوه المنطقه، فيبقى سهل عليهم ان هم يستغلوا العرضيات بتاعت فتوح، او العرضيات بتاعت زيزو لو ما ضمش، او العرضيات بتاعت عمر جابر لو زيزو ضم. طيب ده كده سلاح تالت. طيب عندهم في حاجه تاني، بيعرفوا يلعبوا الكور الثابته كويس قوي. يعني الكورنر بيلعبوه بطريقه كويسه قوي، بالذات لما بيعملوا زياده عاديه جوه منطقه الجزاء، والفاولات نفس الموضوع. طيب انت ممكن تعمل ايه بقى في الكلام ده كله؟ اول حاجه خالص ان انت الخطه بتاعتك دي لازم يكون فيها 2 محاور ارتكاز، يعني 2-6. ما ينفعش تلعب واحد بس 6، يعني تلعب ب2-6 مثلا. لو كان مروان هيلعب هو مش هيلعب، هنعتبر ان هو مثلا يعني ايه، لو هيلعب اللي هو عشان بس تعرف المركز، مروان وجنبيه كوكا، دول ال2-6، يعني دفاعهم اكتر بكتير من الهجوم بتاعهم، ما بيساندوش قوي في الهجوم، بس بيعملوا ستاره قدام ال2 مدافعين عشان الزياده العدديه، عشان يعرفوا يغطوا كانهم 2 مدافعين متقدمين شويه، بالذات عشان يعرفوا يقابلوا ضغط الزمالك. طيب مروان مش هيلعب، هو احتمال يلعب اكرم توفيق. الاثنين دول دورهم مهم جدا. ده بالتالت بتاعهم، التالت بتاعهم المفروض هو هيبقى صانع الالعاب بتاعك، بس انت مش هيبقى عندك صانع العاب دلوقتي للاسف، فانت مضطر تلعب السولية. السولية مش هيبقى رقم 10 عشان ما بيأديش في رقم 10 كويس، هو هيبقى تقريبا يعني رقم 8. انت هتعمل ايه بقى؟ انت علشان تكسب الزمالك ما ينفعش تعمل عليهم ضغط عالي. الضغط العالي هيتعبك وهيرهق الفريق بتاعك وهيفتح الخطوط بتاع اللعب بتاعك، وهيبقى فيه مشكله كبيره عندك عشان انت مش هتدافع في مساحه ضيقه. كده لو عملت الضغط العالي هتدافع في مساحه كبيره جدا، وكبيره جدا دي يعني ايه؟ يعني هيبقى في مساحات فاضيه كتير جدا عندك. ساعتها الزياده العاديه بتاعت الزمالك هتعرف توصل مرتاح للجون بتاعك. طب تعمل ايه؟ لازم تدافع وتضيق المساحات، يعني تدافع في اخر 30 متر. مش هقول لك تقابل كمان من نص الملعب، لا، من بعد نص الملعب بتاعك تبدا تقابل شويه، عشان تضيع المساحات عليهم، ما تخليهمش ياخدوا راحتهم في الباص كتير، يبقى الريسك بتاع ان الباص يتقطع كتير، فانت تعرف تقطع. طيب بعد ما تعمل كده تحاول تلعب الكوره بسرعه جدا. ليه؟ عشان الزمالك بيعمل طريقه الضغط العكسي. هو مشكلته ان هو بيهاجم بعدد كبير، لو الكوره اتقطعت منه ومعرفش يقطعها في خلال 6-7 ثواني بتعمل هجمات مرتده خطيره جدا عليه.
عشان بيبقى في عدد كبير قدام، وورا في عدد قليل وفي مساحات كبيره ورا. طيب طريقه الضغط العكسي دي اللي هي عباره عن ايه؟ اول ما الكره بتتقطع يحاول يجيبها في خلال 6-7 ثواني، يقطعها تاني بسرعه ويكمل الضغط عليك. طيب عشان ما يحصلش فيك كده، اول ما انت تقطع الكوره تحاول تلعب باصات طوليه على طول. فين بقى؟ في ظهر الباكات. ما هو الزمالك هيبقى عنده مشكله ورا، ان الباكات لما بتتقدم بيبقى فيه مساحات واسعه جدا في ظهر الباكات، اذا كان مساحات واسعه في ظهر فتوح او عمر جابر. طيب لو دونج غطى المساحه دي هيبقى في مساحه فاضيه قدام الاثنين مدافعين، اللي هي المساحه اللي بتبقى ما بين محور الارتكاز وما بين الاثنين مدافعين. لو هو اترحل عشان يغطي مكان ابو الفتوح او مكان عمر جابر، المساحه دي هتفضى. فانت دايما الباصات بتاعتك هتروح للمساحات الفاضيه، يعني اللعيبه بتوعك هيروحوا للمساحات الفاضيه وهتعمل هجمات مرتده. طيب انت عشان تعمل هجمه مرتده صح لازم واحد يكون بيعرف يعمل اللونج باص ويعمله في المساحه الصح ويوصله للعيب صح. طيب لان ده السولية عارف يعملها وربنا كرمه، تمام. كوكا مثلا رفع عينه ولعبها. انت بقى ايه المميزات الثلاثي اللي قدام عشان يعرفوا يخلصوا لك الماتش؟ لازم يكونوا بيعرفوا يلعبوا كويس، يعني مهاريين وصراع. طب انت عندك مين؟ انت ما عندكش الا رضا سليم واحمد عبد القادر، الاثنين دول، وعندك طبعا وسام. فالثلاثه دول لا غنى عنهم قدام في الماتش ده لو انت عايز تكسب، عشان هيبقى في مساحات وهيبقى في سباق جري ورا عند الزمالك ما بين المهاجمين بتوعك او الوينجات بتوعك والمدافعين بتوع الزمالك. هيبقى في سباق جري، عايزين واحد مهاري وعايزين حد سريع. فالثلاثه دول هم احسن ناس يقدروا يعملوا لك المهمه دي، تمام كده. في بقى مشكله عند الزمالك كبيره جدا. انا قلت لك قبل كده ان هم في الضربات الثابته جامدين وبيعرفوا يعملوا حاجات كتير، بيزودوا العدد جدا في الكورنر، يعني الضربات الثابته والكورنر بيزودوا في العدد والفاولات بيزودوا في العدد والكلام ده كله. طيب ايه السلبيه في دي بقى؟ لو كورنر اتقطع المفروض انت تحاول تعمل هجمه مرتده بسرعه جدا. ليه؟ عشان لعيبه الزمالك ما بتبقاش في وضع يسمح ليها انها تدافع كويس، عشان ما يبقاش في تمركز. خلاص هما بيبقوا رايحين كلهم، فبتبقى المساحات بزياده مفتوحه ورا عندهم. فدي احسن فرصه ليك ان انت تعمل هجمه مرتده صح، مبيبقاش في تمركز ليهم في ارضيه الملعب او انتشار كويس. بعد ما تقطع الكورنر او الفاول دي ده احسن وقت ليك ان انت توصل بهجمه مرتده تخلص الدنيا. دي لازم تركز عليها كويس قوي، عشان في الوضع التمركز بتاعهم في الدفاع ما بيبقاش كويس وهم عندهم كورنر او عندهم فاول. لو اتقطعت هتعمل خطوره كبيره جدا واحتمال تروح بانفرادات كتير جدا. دي اول حاجه. طيب هو هينزل هيحاول يجيب في الجون في اول ربع ساعه، حاول تمنعه عن كده وحاول انت اللي تعمل في اول ربع ساعه دي 3-4 هجمات مرتده. يعني تقطع كوره اللعيب يرفع عينه يحدفها في المساحه الفاضيه، ودايما الثلاثه اللي قدام يتحركوا في المساحات الفاضيه، يتحركوا في المساحات الفاضيه. هو ده يعني تفكير جوميز. طيب التشكيل بتاع الاهلي بقى احسن تشكيل. بص، هو كولر مدرب واقعي. انا هقول لك رايي طبعا كالعاده اللي هو محمد عبد المنعم ورامي ربيعه. طيب وعلى الشمال ابدا بمعلول، عنده خبره كبيره وكده يعني وهيقدر يعمل لك حته اللونج باص دي. علي معلول من احسن الناس اللي بتعرف تعمل اللونج باص، ولو في فرصه جت وهو اتقدم وكده في ظهر الباكات هيعمل خطوره كبيره جدا. طيب وده بقول باك اليمين هو ده اللي عليه مشكله كبيره. احنا كنا عايزين يبدا عمر كمال. طيب وهو هيبدا محمد هاني. هو واثق في محمد هاني ومحمد هاني لعب الماتشات دي كتير وادى فيها وكان كويس، هو هيبدا بيه. تمام، خلينا نقول مثلا محمد هاني. طب وسط الملعب هو ما عندوش حل، هو كوكا، وجنبيه ما عندوش حل غير انه يلعب اكرم توفيق. وانا اعتقادي ان هو هيلعب السولية، مكان قفشه. ده ابو قدام. هو انا شايف يعني ان هو هيلعب محمد طاهر شمال، وهيلعب رضا سليم يمين، وهيلعب وسام ابو علي. ده متهيألي هو هيعمل كده. هو بالنسبه لي انا الصح بقى ماشي علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، عمر كمال عبد الواحد،
كوكا، اكرم توفيق، قفشه، وقدام احمد عبد القادر ورضا سليم. احمد عبد القادر وينج شمال، ورضا سليم وينج يمين، ووسام قدام. ده بالنسبه لي احسن تشكيل. طيب في تشكيل احسن، هو مش هنقول ان هو احسن بس هنقول ان هو فكره برضه، ان انت تلعب محمد هاني وعمر كمال عبد الواحد مع بعض. محمد هاني باك يمين وعمر كمال وينج يمين، والاثنين مع بعض يمسكوا الجبهه دي. يعني يبداوا يتحركوا بقى، يعني يدافعوا سوا ويبداوا يتحركوا في ظهر فتوح وكده ويعملوا الشغل بتاعهم. دي الطريقه الوحيده اللي انت تكسب بيها جوميز يعني. يلا سلام.